لان اول ما تفهم ده هتعرف ان تطوير مستواك مش محتاج موهبة كبيرة ولا حتى محتاج تدخل كورسات جديدة كل اسبوع، انما انت محتاج تعرف ازاي تدرب طريقة تفكيرك كمصمم باختلاف الادوات اللي هتستخدمها حتى لو الاي اي، وده اللي هنعمله في الفيديو ده. شايف التصميمين دول؟ الاتنين عملهم شخص واحد لكن بينهم حوالي سنتين كاملين. السؤال بقى، تفتكر ايه اللي اتغير؟ وهل فجأة بقى عنده موهبة ولا طريقة تفكيره في التصميم هي اللي اتغيرت؟ طيب تفتكر طريقة تفكير المصمم بيتولد بيها ولا بتتبني؟ احنا في الغالب كمصممين لما نشوف مصمم شاطر بنقول ده ذوق حلو او ده عنده عين جميلة، وكأنه في حاجة معينة هو اتولد بيها عنده مش عندنا. لكن المشكلة اننا لما نفكر بالطريقة دي بنشوف النتيجة وننسى الرحلة اللي وصلته للنتيجة دي، لان المصمم اللي شغله النهاردة يخليك تقف تتفرج حتى لو معمول بالاي اي كان في وقت بيعمل شغل عادي جدا. فايه بقى اللي حصل بين التصميم ده وبين التصميم ده؟ هو ما اتولدش من جديد، هو بدأ يشوف اكتر ويحلل اكتر ويقارن اكتر ويكرر اللي اتعلمه اكتر، ومع الوقت طريقة تفكيره نفسها بدأت تتغير، وده بالظبط اللي بنسميه احيانا الذوق. لكن بدل ما نتعامل معاه كأنه موهبة خلينا نشوفه كطريقة تفكير بتتبني، لان اول ما تفهم ده هتعرف ان تطوير مستواك مش محتاج موهبة كبيرة ولا حتى محتاج تدخل كورسات جديدة كل اسبوع، انما انت محتاج تعرف ازاي تدرب طريقة تفكيرك كمصمم باختلاف الادوات اللي هتستخدمها حتى لو الاي اي، وده اللي هنعمله في الفيديو ده. خلينا نفترض ان انا وانت قدام نفس التصميم، وانا سألتك ايه اللي مش عاجبك في التصميم ده. انت ممكن تقول لي ان الالوان مش حلوة والخط مش عاجبني والصورة مش مناسبة، لكن لو انا سألت مصمم خبير نفس السؤال ممكن يقول لي حاجة مختلفة تماما. فهو هيقول العنوان واخد مساحة اكبر من اهميته، او حتى العنصر الاساسي مش واخد كونترست كفاية، او حتى في مساحة فاضية مستخدمة بشكل غلط. شايف الفرق؟ الاتنين شايفوا نفس التصميم لكن كل واحد شايفه بطريقة مختلفة تماما، ودي بقى اهم حاجة، لان تطوير مستواك مش معناه انك تشوف تصميمات اكتر وخلاص. المهم انك مع الوقت تبدأ تلاحظ حاجات كنت اصلا مش واخد بالك انها موجودة. في البداية انت بتشوف التصميم كصورة، انما بعد فترة بتبدأ تشوف العلاقات اللي جواها زي الحجم والمسافة والكونترست والتيبوغرافي والهيراركي، وبعد وقت اكتر بتبدأ تفهم ليه المصمم اختار كل قرار من دول. هنا طريقة تفكيرك بتبدأ تتغير فعلا. اول حاجة تشوف مش تصميم واحد كل اسبوع لكن كمية كبيرة من الشغل الحلو علشان تبدأ تلاحظ الباتر. بعدها تسأل ليه التصميم ده شغال، ليه العنوان ده هنا، ليه اللون ده، ليه المساحة دي كبيرة، وهكذا بقى. بعدها تقارن ازاي، انك تقول ليه التصميم ده اقوى من ده وايه القرار اللي فرق بينهم، وبعدين تستخدم اللي اتعلمته. فهتبني تصميم وتغلط وتراجع وتحاول تاني. الموضوع ده بقى لما يتكرر بيبدأ يعمل حاجة مهمة جدا، بيخلي قرارات كانت في الأول محتاجة منك تفكير طويل تبقى بعد فترة أسهل وأسرع، مش لأنك بقيت موهوب فجأة لكن لأنك بقيت عندك خبرة بصرية. وده يخلي مصمم ممكن يشوف مئات التصاميم لكن يفضل مستواه زي ما هو، ومصمم تاني يشوف نفس التصاميم اللي شافها المصمم الأولاني ويطلع منها بحاجة تغير مستواه فعلا. لأن الفرق مش في عدد التصاميم اللي شفتها، الفرق في حاجة تانية تماما، وهي انت كنت بتعمل ايه وانت بتشوفها. وده هنا بيخلينا نوصل لأهم فكرة في الفيديو، وهي ازاي تبني لنفسك فيجوال لايبراري ومن غير ما تتحول لمجرد شخص بيجمع صور. وده هنا بيخلينا نوصل لأهم فكرة في الفيديو، ازاي تبني لنفسك فيجوال لايبراري ومن غير ما تتحول لمجرد شخص بيجمع صور. لأنك ممكن فعلا تعمل فولدر فيه 1000 تصميم وتفضل بعد شهر زي ما انت. تفتكر ليه؟ لأن مجرد انك شفت التصميم مش معناه انك اتعلمت منه. الفيجوال لايبراري مش مكتبة صور، هي مكتبة قرارات. يعني بدل ما تحفظ التصميم وتقول ده شكله حلو، تحاول تعرف ايه اللي مخليه حلو اصلا. هل التيبوغرافي ولا الكومبوزيشن ولا الكونترست ولا حتى طريقة استخدام المساحة ولا العلاقة بين العناصر. كل مرة تعمل تحليل بالطريقة دي انت كده مش بتكون بتجمع صور، انت كده بتجمع باترن كاملة. وعلشان كده انا مش عايزك تخرج من الفيديو ده وتقول طيب ادخل بنترست كام ساعة. الموقع مش مهم، المهم انك بتعمل ايه وانت بتتفرج. مثلا شفت بوستر عجبك، ما تحفظوش على طول، اقف عنده واسأل نفسك 5 أسئلة. أول سؤال هتعرف إيه هي أول حاجة عينك راحت لها، من بعد كده هتعرف عينك راحت لها ليه،
بعديها هتعرف ايه العنصر اللي بيدعمها، ومن ثم بقى ايه الحاجة اللي المصمم اختار ما يعملهاش. ولو عايز تضيف كمان سؤال فهتقول لو شلت عنصر واحد من التصميم ايه اللي ممكن يبوظ من التصميم ده كله. الأسئلة دي أهم بكتير من إنك تحفظ اسم المصمم أو تحفظ التصميم نفسه، لأنك كده بدأت تشوف التصميم كقرار مش كصورة. لكن في مشكلة، لو فضلت تحلل بس هتبقى محلل كويس مش مصمم أحسن. علشان كده لازم تدخل المرحلة اللي بعدها، وهي التطبيق. فبعد ما تحلل تصميم عاجبك اقفل التصميم وحاول تعمل حاجة مستوحاة من القرار، مش تنسخ التصميم. يعني لو عاجبك استخدام المساحة جرب تعمل تصميم تستخدم فيه المساحة بنفس الفكرة، ولو عاجبك التايبوغرافي جرب تبني كومبوزيشن مختلفة بنفس المبدأ. هنا بقى بيحصل التعليم الحقيقي، لانك بتحول حاجة شفتها لقرارات انت اخدتها بنفسك. وخلي بالك من غلطة مهمة جدا، ما تحولش التدريب ده لتقليد، لانك لو كل يوم بتنسخ تصميمات ناس تانية انت كده هتتحسن من النسخ من غير ما تتحسن في التفكير. وانت مش هدفك تعمل نفس التصميم، انما هدفك تفهم ليه القرار ده شغال، وبعدين تعرف تستخدم نفس المبدأ لكن بطريقتك انت. وعلشان الكلام ده ما يفضلش مجرد كلام، عايزك تعمل تحدي لمدة 7 ايام، كل يوم تختار 3 تصاميم قوية، من ثم تحلل كل تصميم في دقيقتين. من بعد كده هتكتب قرارين لفتوا انتباهك، ومش مهم تشتغل على القرارين، عادي اختار قرار واحد وحاول تستخدمه في تصميم بسيط من عندك. وفي اخر اليوم قارن شغلك بشغل من اليوم اللي قبله، مش بالمصمم اللي شفت تصميمه. قارن نفسك بنفسك، ولو عملت ده فعلا بعد فترة مش هتلاقي نفسك بتشوف تصميمات احسن، انما هتلاقي نفسك بتفكر بشكل مختلف وانت بتصمم. ودلوقتي بقى عندك طريقة تفكير وعندك طريقة تطور بيها طريقة تفكيرك. لكن لسه في سؤال اهم، ليه العميل لسه ممكن يختار مصمم اقل منك؟ وده بقى اللي هنتكلم عنه في الفيديو الجاي. متنساش بقى تحط لايك للفيديو وتشترك في القناة، واشوفك في الفيديو الجاي.